اهلا اهلا يا منعم، اهلا اهلا اهلا. اعوذ بالله يا ساتر. الله، ايه مالك؟ في ايه؟ اعوذ بالله يا ساتر، حاجه تصد النفس. هو ايه ده؟ منظرك. ايه ده يا منعم؟ انا منظري يسد النفس؟ ده مش يصد النفس بس، ده يخلي الواحد يطفش. منعم، يا ساتر. الله، ما تتعدل في كلامك وحسن من لفظك كمان. وانت ما تتعدلي في لبسك وتحسني منظرك. ايه ده؟ وانا كل ما اخش البيت الاقيكي بالمنظر المؤذي ده، شعرك منكوش، هدومك مبهدله. ده منظر واحده ست. امال ده منظر ايه يا سي منعم؟ ام رجل مسلوخه، ان الدهه اللي بيخوفوا بيها العيال، انما ست، شكل ست، منظر ست، حرام، ده يبقى افتراء. اما دي عاجبه على الراجل ده والله. امال عايزني على شغل البيت ويبقى منظري يفتح النفس؟ مش بشتغل في البيت يا راجل انت؟ بتشتغلي من الصبح لحد دلوقتي؟ مخلص الساعه 11. طيب من الساعه 11 لدلوقتي ما غيرتيش ليه؟ ما نقعتيش نفسك في طش الغسيل ليه؟ ما خدتيش نفسك في امين ليه؟ اما عاجبه على الراجل ده والله. هو انا رايحه حفله، رايحه فرح، مش قاعده في البيت؟ وانت يعني ما تبقاش منظرك عدل الا اذا كنت رايحه حفله ولا رايحه فرح. الافراح والحفلات بس هي اللي يتفتح نفسها بمنظرك، وانا اللي محكوم على